قبل اي حاجه الواحد لازم يبارك للمنتخبات اللي حسمت تاهلها لكاس العالم، وهنا بنتكلم عن المنتخب الاردني اللي لاول مره في تاريخه سيتواجد في كاس العالم لكره القدم. انجاز كبير للكره الاردنيه وانجاز كبير، ومبروك لكل الشعب الاردني بصراحه على هذا الانجاز العظيم. لكن الاهم اللي عجبني النهارده واحنا بنتفرج على التصفيات هو المشاهد اللي مش هتلاقيها غير لما تتفرج بس في الوطن العربي. المشهد اللي احنا شفناه ما بين جماهير المنتخب العماني وجماهير المنتخب الاردني، وازاي ان جماهير منتخب عمان كانت بتحتفل مع الجماهير الاردنيه بشكل عادي جدا، وكانت واخده الموضوع لذيذ وهزار وضحك وكوميديا، وكانت مشاهد لطيفه جدا وانت قاعد بتتفرج عليها. كذلك الامر بالنسبه للمباراه اللي كانت ما بين السعوديه والبحرين، واللي شفنا فيها انتصار المنتخب السعودي على المنتخب البحريني، والمنتخب السعودي بنسبه كبيره سيتاهل للملحق. والامل الوحيد من اللي انا قريته وشفته ان هو ما يلعبش ملحق هو انه ينتصر على استراليا 5-0، واعتقد دي صعبه جدا. فالامل بالنسبه للمنتخب السعودي هو التواجد في الملحق. ولكن الجميل برضو هو الاحتفال المتكرر من جانب جماهير المنتخب البحريني مع جماهير المنتخب السعودي بالانتصار ده، وانهم شايفين ان المنتخب السعودي عنده فرصه ان هو يقدر يعمل حاجه. الحقيقه المشاهد دي بحبها جدا وبتعجبني جدا، لان ساعات كتيره احنا بننسى الحاجات المهمه في اثناء خناقه الكوره. ساعات كتيره بننسى ان احنا حاجه واحده في خناقه الكوره. ساعات كتيره بننسى ان احنا امه واحده بسبب الكوره. فكون ان الواحد بيشوف المشاهد دي، بيشوف اللقطات دي، بيشوف الناس قادره ان هي تتعامل مع بعض بحب وود واحترام بالطريقه اللي الواحد بيتفرج عليها، فدي حاجه بتسعدني وحاجه بتبسطني وحاجه احب ان انا اشوفها طول الوقت. فمن كل قلبي مبروك للمنتخب الاردني التاهل المباشر الى كاس العالم 2026، وان شاء الله المنتخب السعودي، ونتمنى كمان ان المنتخب العراقي يقدر ان هو يتواجد في الملحق، ويقدروا ان هم يعملوا حاجه، ويقدروا ان هم يتواجدوا ان شاء الله في كاس العالم 2026. تيك تاك، لحظة للتاريخ. رسميا الأردن إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخها. لحظة للتاريخ. حلم أصبح حقيقة. حلم الأردنية أصبحت حقيقة. الأردن لأول مرة بالتاريخ رسميا إلى كأس العالم. أنت عم تسمع؟ الأردن لأول مرة بالتاريخ إلى كأس العالم. أجمل لحظات عم بعيشها هلا حاليا كل أردني. أجمل لحظات عم بعيشها هلا حاليا كل أردني بليلة العيد، بأجمل عيد بيمرق عليه عبر التاريخ. الأردن إلى كأس العالم. من عارف كيف تعبر عن شعوري. حزين على العراق وحزين على عمان، بس طبعا من جوا فرحان للأردن. الأردن من بعد كل هالأداء وكل هالنتائج وكل هالتعب وكل هالجهد بيستاهل كأس العالم، بيستاهل هيدا الإنجاز التاريخي. ألف مبروك لأهل الأردن على هيدا الإنجاز التاريخي. ايوه يا يزيد، يا برافو يا يزيد، كويسه شوت ولك شوت بلدي ايوه ايوه مش قادره اطلع. يا ويل عليك. ايوه برافو يا رايق يا رايق يا رايق رايق على الاخر. اولي 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 ايوه يلا ونرجع نحكي أولي 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 أولي. إذا مبروك المنتخب الأردني التأهل لنهائي كأس العالم، وهارد لك المنتخب العراقي. الأمانة المنتخب الأردني يعني لو ذهبت عند مشجع أردني قبل 5 أو 6 سنوات وقلت له هذا طبعا لن يصدق. الحلم أصبح حقيقة. يعني العرب المشاركين في كأس العالم يعني طبعا سيكونون حاضرين بشكل كبير وبقوة. طبعا هناك منتخب المغرب، هناك منتخب الجزائر، لما لا، هناك
منتخب السعودية بإذن الله، هناك منتخب تونس لما لا، هناك يعني عدة منتخبات، منتخب مصر. يعني صراحة المنتخبات المشاركة في هذا كأس العالم العربية، أعتقد أنها ستكون هناك أكبر حضور عربي في التاريخ على مستوى نهائيات كأس العالم، وهذا الأمر طبيعي نظرا لزيادة عدد المنتخبات. لازم على العرب أنهم يستفيدوا من هذه النقطة. مبروك للشعب الأردني، مبروك للجماهير الأردنية العاشقة لكرة القدم، وهارد لك طبعا للجماهير العراقية. صراحة الأردن يعني منذ كأس آسيا والجميع يتنبأ لهم بمستقبل كبير وكبير جدا، منذ وصولهم للنهائي والفوز على كوريا وفي نصف النهائي، وفوز قطر الصعب عليهم يعني بعد حالات تحكيمية مشكوك فيها للأمانة. طبعا لا نشكك في نزاهة حكم المباراة، لكن يعني غريب صراحة ما حصل في تلك المباراة. على أي مبروك للجماهير الأردنية مرة أخرى، وموعدنا في أمريكا بإذن الله. إلى اللقاء، نلتقي في فيديو قادم.